ايوه. صباح الورد على احلى متابعين في الدنيا. رحنا زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، رحنا خدنا بريك ورحنا على مطعم اسمه هيمالاين تشيكن. المطعم تحفة. انا خدت تندوري تشيكن وباتر نوت تشيكن وسلطة، وكان فيه فواكه، وخدت كمان عاملين خضار كده زي بامية وخضار عاملينه سوتيت كده بلحمة مفرومة، كان طعمه حلو قوي. والرز بتاعهم معمول بشوية ليمون وسلانترو اللي هو الكرفس مع خضار، كان طعمه تحفة. بيعملوا اوبن بوفيه من 11 ونص ل 3 اللي هو وقت الغدا، انما العشاء ما بيبقاش اوبن بوفيه. العشاء عندهم من 5 ل 9 ونص. دي كلها الشهادات اللي هم شهادات التقدير والاوردز اللي هم خدوها حاطينها على الحيطة. هسيب لكم اللينك بتاع المطعم اللي فيه العنوان بتاعه وكل حاجة في الديسكريبشن بوكس للي حابب يروح. كلنا وظبطنا وشربنا قهوتنا وكله تمام، هنطلع بقى نكمل بقية الرحلة. هنطلع دلوقتي نتمشى عند شارع ريفر ستريت. ريفر ستريت شارع النهر، ده شارع على نهر سافانا مباشرة، والشارع ده مليان محلات ومطاعم، وممكن اللي عايز يركب بيأجر سفينة أو يركب بوت، واللي عايز يركب عجل، واللي عايز يتمشى. ممشى شكله رائع، وبالليل مع الأنوار شكله خيال. في كمان فنادق كتيرة بتطل على نهر سافانا، ومن ضمن الفنادق دي الفندق اللي احنا هنروح عليه دلوقتي فندق ماريوت. الفندق ده من الحاجات اللي لما تيجي سافانا لازم تروح تتفرج على الفندق ده. اللوبي بتاعه مفتوح لأي حد ممكن يدخل، وأي حد ممكن يقدر يصور. فيلا بينا نتمشى سوا لحد فندق ماريوت. الكوبري ده معلم من معالم سافانا، اسمه تالمج ميموريال بريدج. الكوبري ده واصل بين سافانا جورجيا وبين هاتشنسون ايلاند في فلوريدا. وصلنا الفندق وانا كنت مذهولة، عمري ما شفت فندق فيه كمية الصخور دي في اللابي بتاعه، مش ممكن. وصخور شكلها جميل جدا وبتلمع، الكاميرا مش جايباها. يعني حسيت انه الثيم بتاع اللابي الحفريات والصخور. مش عايزة اطول عليكم بقى الفيديو، اسيبكم تستمتعوا واشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله. باي.